يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا والسعادة على عيون أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بخير وأتم صحة وأحسن حال، اللهم أمين. كل سنة وانتم طيبين. يجعلوا عيد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا، نبقى سعداء ويدخل الفرحة على قلوبكم، اللهم أمين. النهارده جايلكم بفيديو جديد. يلا ادخلي برجلك اليمين قلب اختك. انا ريهام احمد ودي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفي قناتي تاكدي ان اشتراكك هيفرق معايا جدا 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 جدا. فاشتركي في القناه لو لسه مشتركتيش، زودي عيلتي البسيطه دي، اخت وصاحبه صديقه وكل حاجه. وما تنسيش اللايك يا ست الكل لو الفيديو عجبك. ولو الفيديو ما عجبكيش حطي اللايك برضو، وان شاء الله كده خدي لك لفه في القناه، ان شاء الله القناه تعجبك وتكوني اخت وصديقه ليا. يلا بقى كده في اول الفيديو ناخد حسنات مع بعض ونذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. جايلكم النهارده من على السطح، والفيديوهات اللي من على السطح اللي من النوع ده طبعا ريهام ما بتطلعش على السطح دلوقتي غير ان هي هتذبح، يعني حاجة معروفة. بصوا بقى، انا مربيه زي ما انتم شايفين كده الرومي ده. انا مربيه على ايدي، جبته عمر يوم كان طالع عند حد، يعني كان نشر على الجروب وكده. فقمت جايباه ومربياه ومكبراه وهوب لسه هيشتغل. واجرك الله، يعني مش عارفه هو في ايه، يعني انا نفسي افهم هو في ايه، بس قدر الله ما شاء فعل. الحاجه اللي بتتلحق وبتتاكل كده احلى ما تموت. بصوا، انا من خبرتي في التربية فبعرف حاجات، يعني ايه حاجات بسيطة، ايه طيور تعبانة قدامي بعرفها، طير كشش بعرفه. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين اهو زي ما واضح قدامكم كده. دول ديكين وفرخة اللي اتبقوا من كانوا حوالي 9. دول اللي اتبقوا منهم وكبروا ورعرعوا ما شاء الله. وهوب بقى ايه داخلين في مرحلة الشغل، ابص الاقي الديك ده زي ما انتوا شايفين كده، زي ما هو واضح قدامكم، واقف كسلان كده وهزيل واسهال. بقاله 3 ايام. انا مع الصراحة يعني ما عملتش فيه، يعني ما قصرتش معاه في حاجة. بعت جبت له علاج ورحت للدكتورة، يا دكتورة الحقيني عندي ديكان رومي، واحد فيهم بيعمل اسهال، مش عارفة كوليستيريديا، مش عارفة من الحر. عامة انا اول مرة اربي رومي، يعني انا جايباه كتجربة كده واول مرة اربيه. يعني هتلاحظوا ان هو بس ذكر وانتايه، هما كانوا ذكرين وانتايه، فدلوقتي هيبقوا ايه ذكر وانتايه بس. الفاضلين عندي فضل ونعمة من عند ربنا، ويعني الحمد لله. ربنا يرزقني خيرهم، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الديك، يعني في ديك فرفوش وديك واقف كده كسلان ما بيتحركش من مكانه. ولاحظت كمان اليومين اللي انا نزلت فيهم العلاج ان الديك اللي هو مفرفش جنبه ده هيموته، بيطلع فوقه وبينقره من دماغه ومش سايبه في حاله. فانا قلت لا، بدل ما ده يخس كمان مني انا هذبحه هو ايه لسه كده. وكمان خفت اللي يدخل عليه التعب اكتر من كده. فالاسهال طبعا بطبيعته بيخسس، احنا ذات نفسنا لو جالنا دور اسهال نحس ان احنا بنخس كده على طول. فانا ايه مسكته وقلت هذبحه بقى، قدر الله ما شاء فعل، ماليش نصيب فيه، الولاد ياكلوه وهو حلو كده ومليان، احلى ايه ما يخف مني ويخس وناكله تعبان. لان انا من طبيعتي لما الحاجه بتتعب وتدخل في التعب جامد ما بذبحهاش. انا ما بحبش ان انا اكل حاجه فيها اي، بصوا، اي حاجه يعني انا شاكه ان الحاجه دي تعبانه ودخلت في التعب، خلاص خلاص بسيبها لحد لما إيه يا تموت يا تعيش، يا تصحى يا تخف، ويا اما تموت. فشلت كل حاجة حواليا، كان عندي شوية هدوم على السطح برضو ولميتهم. واشيل برضو دي اللي هي الخشبة دي، انا عاملاها كحضان كده بحضن فيها الفراخ الصغيرة. كنت مطلعاها ان هي تشمس في الشمس شوية. وزي ما انتم شايفين الديك واقف ومنزل اجنحته. انا عن نفسي كتجربة ليا، اول تربية ليا وكده، فانا مش فاهمة، يعني انا مش فاهمة هو ده تعب ايه، هو يعني عنده ايه. فانا مش عارفة الصراحة. ف يعني من وجهة نظري ان هي كوليستيريديا، كوكسيديا. فانا مش عارفة في امراض الرومي، لو حد عارف يقولي، لان انا لقيت المصارين بتاعته من جوه منفوخة نفخة فظيعة كده. كنت خلاص كتفته وذبحته وقلت انضف الدنيا حواليا، لان انا بقعد في المكان ده بحيث ان انا ابقى قريبه من الميه. لو عملت ميه ونزلتها على طول بتنزل على الصرف على طول، ما بهدلش يعني السطح من فوق وكده.
واحسن حاجه بقى ان هي بتسهل عليا ان انا ببقى بعمل يعني ايه على السطح، ما بهدلش الشقه، ما بهدلش المطبخ. كنت سخنت الميه بس تحت، حطيت بقى اللي هي الغلايه دي تحت ان هي تسخن، وبعد كده بطلعها بقى، بشغل الانبوبه عندي معايا فوق والشعل زي ما انتوا شايفين، وبيبقى اسهل لي يعني المره دي ان انا سخنت الميه تحت استعجال ان المية تسخن، لان الانبوبة عندي هنا كان بتشطب وعاوزة اغيرها، فقلت ايه اشطب يعني شوية اللي فيها وبدل ما ان انا انزلها وتتغير وهي لسه فيها شغالة. حطيت بقى المية كده، بصوا اول ما حطيتها بقى على الشعلة اشتغلت على طول، شايفين البخار اللي طالع منها؟ بيبقى اسهل لي بقى كده. المفروض ان انا بطلع اساسا الغلاي ده وبحطه فوق على طول ان انا استخدمه على طول، وبشغل الشعلة على طول يعني تبقى نارها جامدة، بس المرة دي عشان الانبوبة بتشطب بس. جبت بقى الديك، كان خلاص بقى خلاص يعني انتهى، وكانت المية كمان وصلت لمرحلة الغليان، فحطيت كده اول جزء فيه، واللهم بارك حجمه كبير، فشايفين اللهم بارك يعني موجود واخد الطبق كله، والغلاي ما كانش واخده، يعني هستنى شوية ان هو يبرد وهقوم قلبها. شايفين انا استنيت شوية وقلبته الناحية التانية اهو، علشان اجيب بقى المكان بتاع الديل، فانا مش هلاقي ان فيه ريش لسه ماسك، فهعمل ايه؟ هقوم قاطعه الرجول بتاعته ومسهله على نفسي بقى ان هو ينزل ايه في المية على طول. احطه في المية كده، طبعا المية بتبقى سخنة جدا، بستنى المية تبرد وبقى ايه بشتغل على طول. هقعد بقى كده وهوطي بقى النار شويه. اهم حاجه لو وصلت لحد هنا يا ريت بقى ايه تحطي لي احلى لايك من احلى اخت في الدنيا، هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. كده كان برد خلاص، بدأت ان انا اشد الريش بقى، الريشة اللي هلاقيها بتتشد معايا هشدها بسهولة، والريشة اللي هلاقيها ماسكة هقوم ايه بلها تاني. انا ما حبيتش ان انا اجري الفيديو، حبيت ان الفيديو يبقى بسيط، وكل اللي حصل في الفيديو انا صورته لكم، لان بيجي لي فيديوهات كتير يا ريهام عاوزين ذبح ال البط، يا ريهام عاوزين ذبح الفراخ، يا ريهام عاوزين فيديوهات ذبح، فانا بحاول قدر الامكان اوريكم اليوم اللي زي ده بيبقى عامل ازاي. يعني فجأة، يعني ما كنتش عاملة حسابي خالص ان انا اصحى من النوم بدري ان انا اذبح. على فكرة انا خلصت من هنا والدنيا كانت ليلت عليا، انا كنت قاعدة اهوت وكان لسه النهار طالع، الدنيا ليلت وانا قاعدة على بال بقى ما نضفته، ونضفته مكانه ورشيت كلور بقى على الارض ونضفت الارض وخليته ايه، هو ذات نفسه فل شمعة منورة يعني، خليته قشطة كده. فوارد ان يحصل اي حاجة زي دي، وطبعا لازم نبقى ايه نحط في احتياطاتنا طالما بتربي، وارد في اي وقت. انتوا عارفين ان انا ساعات الساعة 2 بالليل والساعة 3 بالليل، هتقولي انت بتطلعي الساعة 2 بالليل والساعة 3 بالليل ليه؟ هقولكم ببقى مربية فراخ بيضة، فراخ البيضة دي بتعوز اهتمام اهتمام اهتمام، بصوا من هنا للسنة الجاية اهتمامات، فكل شوية بطلع كل شوية بطلع، كل ما اصحى بالليل اقوم طالعة، فلو لقيت حاجة هكة ولا هكة فلازم السكينة تبقى موجودة على طول، وارد انك تذبحي الفجر، وارد انك تذبحي بالليل، يعني اللي بيربي يعمل حسابه في كده، ما يعملش حسابه ان انت يعني مثلا بتربي وتطلعي تحط لهم شويه الاكل ترميهم شويه الاكل وتنزلي، لا، لازم اهم حاجه انك تقعدي قدام الطيور بتاعتك تعرفي ايه اللي تعبان، ايه اللي كاشش، ايه اللي اتغير. انتوا عارفين ان نظره يعني فضل ونعمه من عند ربنا ان انا دلوقتي بعرف الطيور من نظره عينيها، والله العظيم بجد ما بكدب عليكم في الكلام. يعني الحمد لله، اي حاجة بتحصل بلاحظها. ليه بقى؟ لان انا حابة المشروع ده، حابة الهواية دي، هو مش مشروع، انا بعمل لبيتي، باكل حاجة نظيفة، ولادي بياكلوا حاجة نظيفة، جوزي بياكل حاجة نظيفة. مكلف مكلف مكلف، بس لو هتحسبيها هتطلعي تجيبي اضعاف الاضعاف من بره، يعني الفرخة اللي انت بتربيها تكلفك من بره يعني ايه الضعف. فانت لو ربيتي حاجة في بيتك تاكلي حاجة نظيفة، كل حاجة تبقى موجودة في بيتك، انا حابة كده. فاهمين؟ في ناس هوايتها تربية الطيور، في ناس لا، انا شراء العبد ولا تربيته زي ما بيقول، فكل واحد حر. انا كريهام بحب طيوري، بحب طيوري جدا وصحابي، وبصوا بقعد معاهم اكتر ما بقعد تحت مع اولادي ومع جوزي. خلاص بقى ايه، كنت خلاص نضفت الصدر كده ووصلت للمرحلة اللي هي تحت عند الورك كده، لقيت لسه الريش بيتشد معايا بصعوبة، فانا قلت اخلص الجزء الاولاني اللي هو من فوق
وبعد كده ايه هقوم حاطاه في الميه قطع الرجول، فهيسهل عليا ان انا احطه في الميه تاني. يا ريهام احنا عاوزين، انا بقول لكم الكلام ده عشان الكلام ده اللي بتكتب لي في تعليقات. ريهام عاوزين المقطع بتاع الذبح ذات نفسه، انا ما اقدرش ان انا اطلع لكم مقطع بتاع الذبح، ما اقدرش ان انا اطلع لكم مقطع فيه دم. كل ده هيقفل القناة، يعني القناة تتقفل على طول. وربنا يديم الناس الحلوة اللي في حياتنا اللي بيسألوا علينا على طول، ايا كان بقى بيسألوا عليا بتعليق، ايا كان بيدخلوا يسألوا عليا على الفيس، على الواتس. فربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. وشكرا لكل حد بيسأل عليا كل غيبة كده. طبعا انا كنت ما بنزلش اساسا فيديوهات بقالي فترة طويلة، بس ادعولي ان انا استمر. واي رجعة في القناة او اي فيديو بنزله تاني وبرجع بيه تاني بيبقى بناء عن تحفيز حد فيكم بيبقى مكلمني كده، فشكرا ليكم وربنا يخليكم في حياتي كده. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. ويرزقكم كل خير يا رب، ويجعله عيد سعيد علينا جميعا. وكده بقى كنت خلاص. بصوا الجزء ده هو انا حطيته في الميه، مسافه ما حطيته في الميه ما كانش اساسا راضي الشعر او الريش بتاعه يتشد خالص. اول ما بنزله في الميه وبيطلع بيبقى سهل جدا جدا. وما صعبيش حاجه على نفسك، تقدري انك تربي، تقدري انك تذبحي لوحدك، تقدري بصوا ايا كان الذبيحه ايه تقدري تعمليها. احنا ستات جدعه قوي قوي قوي. هنا بقى شايفين اللهم بارك الديك مالي الطبق، اللهم بارك. فالتصوير عامة هو بيصغر حجم الحاجة، يعني ده طبق اللي هو بتاع العجين الكبير. فاللهم بارك حجمه حلو جدا جدا، الحمد لله ان انا لحقته، قدر الله ما شاء فعل. بألف هنا على قلبنا وبألف هنا على اللي بيتفرج. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من حاجة ولا بسيطة. لو الفيديو عجبكم بقى متبخلوش عليه بأحلى لايك من أحلى اخوات في الدنيا. دمتم في رعاية الله.